إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتمسك بها إلا كل منيب سالك. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، كان حديثي معكم في الجمعة الماضية عن بعض الصور من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن أيها الأحبة هذه الاستجابة قاصرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على البشر فحسب، بل تعدت هذه الاستجابة إلى كل من خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فكان كل شيء أو أغلب الأشياء لها مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستجابة له وفي بيان حبه عليه الصلاة والسلام، أو امتثال الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. الجن وهم أحد الثقلين الذين خلقهم الله عز وجل وأجرى عليهم قلم التكليف. كانت لهم مواقف جميلة في الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره عليه الصلاة والسلام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاقى ما لاقى من كفار قريش، خرج عليه الصلاة والسلام متجها إلى الطائف لعل الله تعالى أن ييسر له من يناصره في تحمل هذا الدين. فلما وصل إلى الطائف وتلقاه أهل الطائف بالتكذيب بل والرجم بالحجارة والسب والشتائم حتى أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم. فلما كان في أثناء طريقه ورجوعه إلى مكة حزينا على ما لاقاه من قبل المشركين، وإذا هو يصلي ويقرأ القرآن بعث الله إليه نفرا من الجن يستمعون إلى تلاوته وقراءته. فلما وصلوا قال بعضهم لبعض أنصتوا، وهذا الواجب فعله أثناء الاستماع لقراءة القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلن تحصل الرحمة لمستمع القرآن
إلا إذا أصغى سمعه وأنصت وتدبر ما يسمع من كلام الله عز وجل، فإن فعل ذلك فلعل الله تعالى أن ينزل عليه رحماته ويعمه بمغفرته. فهؤلاء قالوا أنصتوا، وكانوا 9 نفر كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، منهم واحد يسمى زوبعة. فقال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته تعجبوا من حسن هذا الكلام